بعد شغل اليوم في غيطنا من عادتنا كنا نقعد تحت توتة فرشة ضلتها النجيلة. كنا نقعد زي عيلة والكلام يبقى براحتنا، نشرب الشاي في العصاري قبل ما نروح بيوتنا. الكلام كان يبقى بينا عن جواز عبد السميع، ولا صوت الشيخ مطاوع، ولا مرسي في يوم جوازه، ولا أسعار التقاوي، ولا أسعار الكيماوي اللي فاق كل التصور واللي زاد عن كل حد. مرة بنهزر ونضحك، مرة تانية نبقى جد. كنا بنفرفط همومنا اللي غطت لون هدومنا. كنا دايما نبقى خمسة، زاد علينا الواد سلامة بن إبراهيم، واد بيفهم في المكن زي المهندس، المكن للري يعني، بالخصوص لو كان قديم. باختصار جه مرة جنبي قال لي شفت الملعونين؟ قلت مين؟ قال لي يعني حد غيرهم، اليهود والأمريكان. قلت ماله؟ قال لي مالهم؟ انت مش عايش معانا؟ ابتدوها حرب تالتة خططوا لها من سنين وابتدوا بالفلاحين. قلت ليه؟ دول بيدونا التقاوي والكيماوي والمبيد. قال خلاص جبت المفيد. لما يدوك التقاوي والكيماوي والمبيد تبقى ايه؟ قلت قول لي من جنابك نستفيد. رد قال لي نبقى لعيالهم عبيد. قلت ليه؟ قال لي ما تخليك معايا، لو منحهم مرة عنا أرضنا نزرعها إيه؟ أو بإيه؟ قلت الله، يعني إيه؟ هي يعني الدنيا سايبة؟ في حكومة وفي رقابة وبرلمان. قال لي الكلام ده كان زمان لما كان في كل دار صمعتين جوه قاعة اسمها أحت الخزين، واحدة كان فيها التقاوي والكبيرة ياخدوا منها للطحين. ولا إيه يا اسماعيل؟ اتعدل عم اسماعيل قال له يا ابني بالصراحة كلمتينك معقولين، خلوا يا ابني عقلي لف. وافتكرت ايام زمان كنا دايما صف واحد، كان بديفيد فرقتنا قسمتنا 1000 صف. رد مرسي قال له ليه يا اسماعيل؟ كان بديفيد مش عشان نبقى في سلام. قال له يا ابني انت فاهم السلام يبقى بكلام، ولا يعني الحرب ضرب؟ للحروب اشكال كتيرة، منها زي ما قال سلامة في التقاوي والكيماوي والمبيد، منها برضه في التجارة والصناعة والسياسة والاقتصاد. واللي ماسكين الصناعة رجالتهم، والمصيبة هم أصلا من عيالنا، بس منهم اللي هاجر راح أمريكا. الكويس يمسكوه يبقى عالم عندهم ويجنسوه، أما لو يرجع بلاده يقتلوه، عمرهم ما يسيبوه. واللي راح صايع وضايع هم برضه يحتاجوه، يبقى واحد زيهم ويعلموه، واحدة واحدة يلمعوه، يبقى صايع بس دولي، سرقة نصب يدربوه، يبقى واحد شكل تاني، جيمس بوند الأمريكاني، أي دولة جاي منها يبعتوه. لاجل ما يسرق فلوسهم مرة تانية يروح لهم يستقبلوه. أصل حول عندهم أموال كتيرة، يبقى لازم في المطار يستقبلوه. رد مرسي قال له أفهم واحدة واحدة، بس قول لي ازاي هيسرق؟ قال له شوف، لما يجي الجاي لبلده يبقى صايع، يكتبوا له في الجواز صاحب مصانع، يبقى جاي اخر قيافه، والكلام يبقى بقلاطه، مره تانيه باللطافه، واحنا ناس اخر هيافه، الكبار بيعظموه للبنوك ويقدموه، بعد فتره بالخديعه والرشاوي يشتري منا المصانع من فلوسنا في البنوك. قال له قول يرحم ابوك. قال سلامه، شوف كلام عم اسماعيل جاب قرار المشكله للحيرانين، شوف كلام اهل النباهه، واحنا بنقول الحكومه ايه جرالها والبنوك عايشه في متاهه. قول وكمل، قول كمان خبت البنوك، قول كمان رافضه فوق. رد قال له بعد فتره يطرحوها تبقى اسهم ويبيعوها، والعماله يسرحوها، واللي زيي واللي زيك مره تانيه يشتروها، لما يقبض هوب يلا يروح لبره قبل ما يسدد بنوك. ساقيه دايره يا ابن عمي، مش كفايه مصوا دمك؟ قال كمان وبيحلبوك. رد مرسي باعلى صوته قال له ينصر دين ابوك. قول وكمل، هي دي حرب التجارة والصناعة والسياسة والاقتصاد، كنت مش عارف سببها لما تسألني الولاد. قال سلامة للحروب أشكال عديدة، منها نبقى على الحديدة واقتصادنا يروح شتيت، اللي بيبيع الهوا، واللي يعمل بسكويت، واللي يعمل زيت وشامبو، واللي يعمل اي حاجة في اي حاجة يبقى رامبو، والحكومة تبقى جنبه. ده القطاع العام باعوه، والقطاع الخاص يا مرسي دلعوه، سلطوه يكتم نفسنا، واللي ما يسبح بحمده يرفدوه. رد زيد عبد الرحيم قال يا مرسي كله تخطيط امريكاني،
شفت حرب الميكروبات كلها امراض بلاوي، ما تلاقيش حتى المداوي. كان زمان فشل الكلاوي، ولا جه من الهرمونات سمموا حتى النبات، ولا شحم وزيت مخلط لما ياخد مكسبات يبقى طعمه زبده بلدي. شوف خازوق المكسبات، والمصيبه نزلوا لها اعلانات شجعوها الفلاحات، والسموم نشربها وبطعم الفواكه. قال له محمود الكيلاني ولا حرب الاعلانات. شفت ترقيص البنات اللي بيصير الغرايز للشباب ولا العجايز، كله متخطط وجايز لاجل حرب المسلمات، والمشايخ كلهم اخر سكات. قال سلامة هي دي كانت بداية، والبداية وصلتنا للنهاية. البداية في التقاوي والكيماوي والمبيد، والجديد في التجارة والصناعة والسياسة والاقتصاد، حتى تعليم الولاد الفساد غطاه وزاد، والقيم الناس باعوها بالدولار هم اشتروها، وبفلوسهم مزعوها، قطعوا توب العقيدة. القيم يا خلق القيم توب العقيدة. العقيدة النهاردة واقفة زلط مرط، بهدلوها في العراق، بهدلوها في الشيشان، ولا في البلقان عموما، ولا في صبرا وشتيلة، ولا في غزة ورام الله. لسه بدري غير رام الله، ده الليالي السوداء هله. شفتوا كم حجم الدمار للغلابة في كندهار، ولا احكام الحصار، والعرب زي الاجانب، والعرب زي الارانب، والاجانب زي غول. حد شاف تدمير كابول؟ قلت قول وكمل. ما انت متسلط علينا لاجل ما تنكد علينا، وانت عارف الطوارئ حكمها ما تزيدش عنا يعني 5، واحنا 5. قبل ما تشرف سيادتك كنا 5 مظبوطين حسب القانون. فز يلا يا ابن زاهية، فز يلا وغرف داهية. ولا اقول لك قبل ما تطول لسانك، الكلام هيفيد بايه؟ ولا يعني في ايدنا ايه؟ واحنا مالنا؟ روحوا قول للمسؤولين، روحوا قول للمخدوعين، قول لهم بوش ابن بوش كان عقولكم بكلمتين. روح يا فالح قول لهم ما تقولناش هي ناقصه، ولا يعني المبله ناقصه طين. قال سلامة ابن ابراهيم هم مين المسؤولين؟ قلت يعني مش عارفهم؟ طب هقول لك مش هخاف، هم حكام العرب او شيوخ المسلمين، وبصراحه هم دول الغلطانين. هم لو بيفهمونا ولا كانوا بيسمعونا ولا كانوا بيشركونا، انما ساكنين قصور فيها متعه وفيها حور، كانوا عايشين في العلالي واحنا قال يستجهلونا، لو نعبر عن ارائنا يمنعونا، يحسبوها المظاهره والعداوه تبقى ظاهره، والحرس بيفرقونا، والمصيبه يأمروهم يحبسونا. قول لهم يا ابن ابراهيم، قول لهم مركبنا واحده، خوفوكم منا ليه؟ واحنا خايفين منكم ليه؟ لما نبقى يد واحده كان شارون ولا اسمه ايه ولا زفت الطنوبوش كان يخاف من الشعب كله. اما انتم لو وحوش وحدكم ما تخوفوش، عشموكم بالوعود والوعود تطلع فشوش. والمصيبه واللي ادهى من ده كله عارف انها حرب الاباده والوقوف ضد العباده، كله عارف انها حرب العقيده. والحكايه مش جديده، مش حكايه ابن لادن ولا غيره، الحكايه كل طير بيلب طيره. من زمان بيخططوا لها، مهدوا لها من زمان، فرقوا بين الجيران. روحوا قول يا ابن ابراهيم، روحوا قول للمسؤولين، حربهم حطول في اسيا والعداء للمسلمين. قول لهم راح نعمل ايه ولا عايزين منا ايه؟ لما يبقى الكل خايف نعمل ايه؟ وانت شايف كله شد الحف ونام، واللي دافن كل راسه في الرمال زي النعام. سك على الشاب الخضرة، ادلق الشاي في القناية في الزقوم، 100 يمين ما تعدي تاني، ما انت شارب شاي معانا. قعدتك اخبار بغم، جاتكوا نيلة جاتكوا هم، كلكم نازلين كلام، احنا ناقصين حرق دم. فزقوا. وفاز ابن ابراهيم، وبصيت لقيت بقى بعد كابول بيخططهم لضرب العراق، ولكن مش باينه خالص ولا هيش واضحه. اولا ابتدوا يلزقوا بقى فينا الارهاب والكلام ده كله، وابتدوا قبل الكلام بقى وهم بيضربوا كابول وجايين بقى على العراق قبل العراق. فطبعا العراق كانت في 2003. في 2002 كان في مؤتمر قمه في بيروت. فقبل مؤتمر القمه جه ديك تشيني، وجه اللي هو نائب الرئيس الامريكي، وجه أنتوني زيني اللي هو رئيس المخابرات المركزيه الامريكيه، وجه للمنطقه، وكل واحد